تخيل معي أنك تقف في ليلة صافية وترفع رأسك إلى السماء لترى ذلك المشهد البديع المليء بالنجوم المتلألئة. تلك النقاط المضيئة التي تزين السماء ليست سوى إشعاعات قادمة من مسافات شاسعة، بعضها قد يكون انطفأ منذ آلاف أو حتى ملايين السنين، ورغم ذلك لا يزال ضوءه يصل إلينا حتى يومنا هذا. لكن هنا يبرز سؤال محير: إذا كان الكون يعج بالنجوم وكل نجم منها يبعث ضوءه في الفضاء، فلماذا نرى السماء مظلمة؟ لماذا لا يغمر الضوء أرجاء الكون ليبدو مشرقا في كل الاتجاهات؟ هل هناك قوة خفية تتحكم في هذا الأمر؟ أم أن ذلك مجرد مصادفة كونية؟ الحقيقة أن هذا اللغز يمزج بين الفيزياء وعلم الفلك، ويكشف لنا جانبا من طبيعة الكون وأسراره العميقة. إن قصة ظلام الفضاء ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي موضوع ممتد تعود جذوره إلى قوانين الكون ذاته. لذا في هذا الفيديو سنبحر سويا عبر الفضاء الواسع لنفهم لماذا يبقى الكون مظلما رغم وجود ملايين النجوم، وكيف ينتقل الضوء في هذا الامتداد الشاسع. الضوء والمسافات في الكون. لكي نفهم سر ظلام الفضاء يجب علينا أولا أن ندرك كيف يعمل الضوء في الكون. فالضوء هو أسرع شيء معروف في الطبيعة، إذ يتحرك بسرعة هائلة تبلغ حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية. ومع ذلك فإن الكون واسع للغاية، مما يجعل الضوء يستغرق وقتا طويلا للوصول من نجم إلى آخر. على سبيل المثال، يحتاج ضوء الشمس إلى نحو 8 دقائق ليصل إلى الأرض، بينما يحتاج الضوء القادم من أقرب نجم إلينا بعد الشمس، وهو نجم بروكسيما سنتوري، إلى ما يقرب من 4 سنوات ليصل إلينا. وهذا يعني أن معظم النجوم التي نراها في السماء تبعد عنا بمئات أو آلاف أو حتى ملايين السنوات الضوئية، وما نراه منها هو في الواقع صورة قديمة تعود إلى الماضي البعيد. لكن السؤال يظل قائما: إذا كان هناك عدد هائل من النجوم، لماذا لا يكون مجموع ضوئها كافيا لإنارة الكون بالكامل؟ وهنا يأتي دور تشتت الضوء وامتصاصه. تشتت الضوء وامتصاصه عندما يتحرك الضوء في الفضاء لا يسير في خط مستقيم دائما، بل يتعرض لعوامل تؤدي إلى إضعافه أو تشتته. فالكون مليء بالغازات والغبار الكوني، وهذه المواد تقوم بتشتيت جزء من الضوء القادم من النجوم، مما يقلل من شدته بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك فإن الكون ليس ثابتا، بل هو في حالة تمدد مستمرة منذ نشأته، وهذا التوسع يؤدي إلى تأثير يعرف باسم الانزياح الأحمر، حيث يتمدد الضوء الصادر من النجوم البعيدة ويزداد طوله الموجي، مما يجعله أقل طاقة، وأحيانا ينزاح إلى نطاق الأشعة تحت الحمراء أو حتى الموجات الراديوية، وهي أطوال موجية لا يمكن للعين البشرية رؤيتها. وبسبب هذا التأثير يصبح الضوء القادم من المجرات البعيدة خافتا وغير مرئيا، مما يساهم في إبقاء الفضاء مظلما. مفارقة أولبرز، لغز السماء المظلمة. لقد طرح العلماء هذا السؤال منذ قرون، وكان أحد أبرز المفكرين الذين تناولوه هو الفلكي الألماني هاينريش أولبرز في القرن ال19. فقد تساءل: إذا كان الكون غير محدود ومليئا بعدد لا نهائي من النجوم، فلماذا لا تكون السماء مضيئة في كل الاتجاهات؟ هذا التساؤل عرف باسم مفارقة أولبرز، وكان حير العلماء لفترة طويلة. لكن الإجابة تكمن في أن الكون ليس قديما بلا بداية، بل له نقطة نشأة محددة تعرف بالانفجار العظيم، والذي وقع قبل حوالي 13.8 مليار سنة. وبما أن الضوء يحتاج إلى وقت للسفر، فإننا لا نرى سوى جزء محدود من الكون، وهو الجزء الذي وصل ضوءه إلينا حتى الآن. أي أن هناك مناطق شاسعة من الكون لم يصلنا ضوءها بعد، أو أن الضوء الصادر منها قد أصبح ضعيفا لدرجة لا يمكننا رصده. العوامل التي تساهم في ظلام الفضاء إذن يمكننا تلخيص أسباب ظلام الفضاء في النقاط التالية: توسع الكون يؤدي إلى إضعاف الضوء القادم من النجوم البعيدة بسبب الانزياح الأحمر. امتصاص الضوء وتشتته، حيث تقوم الغازات والغبار الكوني بتشتيت جزء من الضوء وتقليل شدته. عمر الكون المحدود، لا يزال هناك ضوء لم يصل إلينا بعد بسبب المسافات الشاسعة بيننا وبين الأجرام البعيدة. نطاق الرؤية البشرية، لا تستطيع أعيننا رؤية جميع الأطوال الموجية، فبعض الضوء القادم من الفضاء يكون في نطاق الأشعة تحت الحمراء أو الراديوية. النجوم ومصابيح الكون المظلم. رغم كل ذلك تظل النجوم بمثابة مصابيح صغيرة تنير ظلام الفضاء، وهي تذكير دائم بعظمة الكون واتساعه المذهل.
فما نراه كل ليلة من نقاط متلألئة في السماء ليس سوى جزء بسيط من مجرة درب التبانة التي تحتوي وحدها على أكثر من 200 مليار نجم، فضلا عن مليارات المجرات الأخرى المنتشرة في الكون. وفي الختام، إذا تأملت في السماء المظلمة مرة أخرى، فاعلم أن لكل نجم قصة، ولكل ضوء رحلة امتدت لملايين السنين حتى يصل إلى عينيك. وإذا استمتعت بهذا الفيديو فلا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لنستمر معا في استكشاف أسرار الكون والفضاء الواسع. شكرا لمشاهدتك، ونلتقي قريبا في فيديو جديد مليء بالمغامرات الكونية.